حابة أقول لِك كلام يمكن تكوني في أشد الاحتياج إليه الآن. من أكتر الحاجات اللي بتمنحني الأمل في عز وجع وألم الفقد هو ما حدث لأمنا أم سلمى. لمّا باسترجع اللي حصل لها باقول سبحان الله، على قد ما كان مؤلم وموجع جدًا ليها إنها تفقد زوج صالح حنون بار بيها ومُحِب ومخلص، على قد ما ربنا كان ليه حكمة أعظم فيما حدث لها. وإزاي قدر ربنا برحمته وبحكمته إن يجعل هذا البلاء وتلك المصيبة سببًا في خير وسعادة وعوض أعظم بمراحل، وهو زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. باقول سبحان الله، لو ما كانتش فقدت زوجها اللي هي شايفاه أعظم زوج على وجه الأرض، كان زمانها الآن مجرد امرأة عادية، لم يُخلد ذكرها في التاريخ، ولم تنل شرف إنها تكون زوجة نبي، وما كناش عرفنا عنها حاجة. عشان كده بقيت كل ما أفقد عزيز على قلبي أفتكرها وأقول لنفسي صبرًا، لعل الله أراد بهذا الفقد أن يمنحك ما لم يكن في الحسبان. أنتِ كمان افتكريها كل لما تتوجعي بفقد عزيز على قلبك، ورددي الدعاء الذي أوصاها به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها.